كده الكنافه اهي دخلتها الفرن اهيت. مسكتها فرفتها، كانت في الفريزر فرفتها، وبعد كده ايه حطت لها سمنه 3 معالق سمنه لان هي حته صغنونه ماشي، ما تكملش النص كيلو يعني تجي لها ربع كيلو ماشي. حطت لها يجي 3 معالق سمنه، وقمت ايه بس بعضها، وقمت فرداه زي ما انتم شايفين ودخلتها الفرن. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الكنافه طلعت اهيت كده. الشربات دوت كان في التلاجة عندي، اللي هو بتقولوا عليه سيرب. انا كنت حاطله كوبايه سكر مع معلقه عسل كلوكوز مع عصره ليمونه وما استوي. خدت يجي كام غلوه كده، وبعد ما تقل معايا قمت حاطله ايه باكو ايه فانيليا ماشي. تعالوا بقى ايه بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هعمل ايه. جبت جيلي اللي هو الجيلي الفراولة، هعمل 3 اكياس ماشي. ادي كده اول كيس، ودي كده تاني كيس، ودي كده التالت. اللهم بارك. هنزل بالسكر بقى، عبارة عن قد ايه 6 معالق سكر. ادي واحد، قصدي هحط معلقة جيلاتين الاول ماشي كده. ايه وزعت الجيلاتين في الجيلي علشان خاطر لما انزل بالميه ما يكتلش معايا. هحط 6 معالق سكر كده، 2 ادي كده 3 ودي كده 4 ادي كده 5 ادي كده 6 ماشي. اقلبهم بقى مع بعض علشان الجيلاتين لما انزل بالميه السخنه ما يكتلش معايا. هنزل بقد ايه ميه، حوالي 6 كوبايات من الميه ماشي، 6 أو 7 كوبايات. غليت الميه على النار وهنزل بيها كده ايه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك اهوت. ريحته جميله قوي وطعمه قسما بالله خطير. بصوا انا بحب احط له معلقه الجيلاتين ديت علشان خاطر بتخليه يتماسك عن مكان بيبقى ايه الاول ماشي. هقلبه بقى كويس لحد ما ادوب الجيلاتين خالص مع الميه، وهسيبه يهدى. وبعد كده بقى ايه هصبه في البولات بتاعته ماشي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا بدوبه كويس مش بستعجل علشان الجيلاتين يدوب معايا علشان ما يكتلش. هيكتل في قعرية الصينية من تحت. بصوا بقى القمر، اللهم بارك. كده صبيت اهوت واحطه في التلاجة لحد ما يتماسك معايا، واوريهولكوا بقى بعد كده. يا حبايب قلبي صلوا على النبي بقى وتعالوا بصوا القمر دوت. بصوا الجيلي عمل ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله. واتكب من ادم ابنه وهو بيحطه في التلاجة. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. خطير. بصوا عمل ازاي، اللهم صل على النبي.